لكم لي بوزيتيف. الا سولتو اي واحد على اشهر ماده في عالم التجميل غادي يقول لكم الريتينول والمشتقات ديالو. الريتينول هو اشهر ماده في عالم التجميل، ما كاينش اللي ما تيهضرش عليها، ما كاينش اللي ما تيشكرهاش. حبوب مرحبا، تسبغات مرحبا، تحفيز كولاجين، مسام واسعه، بشره بلو جون مزيانه. دونك الريتينول هو واحد الماده، المشتقات ديالو هو واحد الماده اللي ممتازه، رائعه. الشركات ديال مستحضرات التجميل التجؤوا ليها بواحد الشكل كبير، سورتو في الاونه الاخيره، وبتراكيز مختلفه. كاين اللي كيوصلها حتى ل 1%. كان فايت لي تكلمت لكم على 1% مثلا تركيز ديال الريتينول. قلت لكم انه واخا كاين في السوق، واخا كاين شركات كبار عاملينه، فهو مجهد شويه وما غاديش تقدر عليه البشره ديالنا، سورتو الون تيرم. يعني فايت قلت لكم هذه الهضره، وافيكتيفمون مؤخرا وصلنا واحد القرار انه ممنوع نتجاوزوا 0.3% في الريتينول والمشتقات ديالو. هذا القرار هذا غادي يطبق ابتداء من بدايه 2026. علاش عطاو هذه المهله هذه؟ لان كاينين دابا شركات اللي طرحوا في الاسواق مستحضرات ديالهم قبل ما يخرج هذا القرار هذا، دونك ما يمكنش يسحبوهم، غيكون فيها ضياع. دونك هذيك من هنا ل 2026 فهي كمهله بما يعني تم بيع هاد المواد هذه اللي هاد لي برودوي هادو اللي فيهم تركيز عالي ديال الريتينول والمشتقات ديالو. من 2026 ما تبقاوش تشوفوا هاد النسبه هذه. وانا بالنسبه ليا 0.3% هي نسبة جد ممتازة إلى تخدمات في دي فورمول أو في دي برودوي اللي فيهم مواد فعالة أخرى كتدعم وكتعطي كتحفز ليفي ديال الريتينول والمشتقات ديالو. دونك واحد الحاجة نشير ليها على المرأة الحاملة. إذا كانت المرأة حاملة فما غاديش تستعمل لي برودوي اللي فيهم الريتينول. فوالا دونك هذا هو، هذه المعلومه اللي كنت باغا نوصل لكم، انه مستقبلا ما تبقاوش تشوفوا التراكيز المرتفعه ديال الريتينول. واللي بغيت نوصل لكم كذلك انه كيدخل هذه الماده هذه تدخل في بزاف ديال لي برودوي ديال محيط العين، ديال الوجه، ديال اليدين، لي زونتياج، لي زونتيتاش، شي حاجه اللي ممتازه بزاف الا كانت مخدومه في دي برودوي اللي فريمون زوينين. كنصحكم الناس اللي مازال ما زعموش على الريتينول، كنصحكم انكم تزعموا عليه وتبداو تاخذوا منه. غير هو في الاول نحاولوا بشويه نتعاملوا معاه بشويه لانه كيقدر يدير ردات فعل بشويه حتى كتولفوا البشره ديالنا. فوالا، وهذا الفيديو ديالنا خفيف ظريف. شكرا على المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم الراحه.